جولة في جامع آيا صوفيا. طبعا هذا الجامع تم بناؤه في عام 360 ميلادي، تم بدء البناء يعني. الافتتاح 1060 على ما اعتقد، يعني هيك قريت، يعني تقريبا 600 عام، اكثر شوي 700 عام طولوا ببناء هذا المسجد العظيم. هون في استديو للبث المباشر طبعا داخل وخارج المسجد. هذا المدخل. البهو الخارجي، مدخل للنساء ومدخل للذكور. طبعا بناء عظيم. طبعا هذا المدخل الداخلي، بس هاي خارج الجامع كله. هكا مدخل النساء. نشلح الصباط. هذا الجامع طبعا جامع تقريبا 40% متاح لمكان الصلاة، والباقي تم اغلاقه بسبب انه محافظين على بعض المناطق انه ما يدخل الناس. طبعا امبارحة كانوا عم بيبخوا بماء العطر، عطر الورد، فسبحان الله الشيء رائحة حلوة يعني. والحيطان كلها زخارف فنية. هون في حرس دائما يعني 24 ساعة. اللوحات ضخمة لكن ممكن ما تبين على الجوال. طبعا هاي جزء بسيط من المسجد، لأن ممكن الأجزاء كلها غير متاحة للناس تفوت لها. راح اخذ زاوية. الأولاد منتشرين في كل مكان. طبعا كان كنيسة قبل محمد الفاتح ما يتم يعني يفتتحوا لمسجد. رح نحاول قدر الإمكان ناخذ لوحات. عمر، محمد، الله. الحيطان من فوق مقبعة، لكن في دراخيش كتير بالمسجد. مثلا الزاوية هون غير متاحة للناس تفوت لها، وأيضا هون في زاوية كبيرة طبعا. سبحان الله. هذا كله تم بناؤه قبل أكثر من 2000 عام. تم بناء التأسيس لهذا البناء العظيم. الحيطان طبعا كلها لوحات فسائية حيطان، لكن بسبب الإضاءة مو عالية فما بتبين.
نشوف جولة بسيطة.